ولا شغل الساعة عبد العزيز ده ما تعملوش عليا. ايه اتفضل يا عم. في ايه؟ البس الشاي بتاعك جاي بتفطر عليا. مؤاخذة يا حاج لطفي عشان الفتيح. وبخلي بالك من صالح شوية عشان يعني انت راجل محترم وطيب ما يعملكش فضايح في العمر. قلنا يا اخويا خليك في حالك. تشكر يا عبد العزيز تشكر. بص لي بقى وصدقه ده كمان. حاجة لله يا أبو، اديني حاجة لله أتعشى. ده أنا زي ما أنت شايفة مكسح، أما أنت بقى عليكي جوز كوارع. وحياة أمك لمكسحات بجد عشان تقضي بقية عمرك زحف وتستحق الشفاعة على الحق. ست سناء وربنا ما كنت أعرف إنك أنت. أنت مقضيها عامة زي ما أنت مقضيها زحف يا واد، صدق إن أنا اللي هربيك. إيه يا واد أنت وهو في إيه؟ ما كل واحد يروح لحاله. أبوس إيدك بلاش توديني للمعلم شرشابي. لما أنت خايف من الضرب، عامل فيها أبو الرجالة وبتعاكس نسوان الشارع ليه؟ الواد ده سرق منك حاجة؟ هو يقدر بس بربيه عشان ما يبصش لأسياده بعد كده. طب صلي على النبي بس عشان ما تعمليش فضايح، مش عايزين لمة. أنا حاسة إني ما اسيبوش غير قدام المعلم الشرشابي. أنا هجيب لك حق خلاص. أبوس هتجيب حقي منه؟ سيبيهولي بقى يا سناء بقى، ما تعملناش فضايح بقى. أبوس المنطقة إيدك. كلها اتلمت. أبوس. يلا يا حبيبي توكل على الله، توكل على الله. يا ده انت اللي بتعمله ده يا جدع، ايه اللي بتعمله ده؟ حد يقع الوقعه دي يالا، حد يقع الوقعه لا دي. ده أنا كده عمري ما هسامحه في يوم الاسود. يا ستي قلت لك استني بقى، انا هجيب لك حقك على جنب كده. ماشي يا عزيز واعمل فيها اللي يرضيك والنبي. كتير فاهم؟ الحنية دي يا زيزو. يلا يا جدعان كل واحد يشوف مصلحته. اتفضل يا اسطى توكل على الله، توكل على الله. يا معلم شرشابي، يا معلم شرشابي، إيه يا الحق يا معلم. إيه؟ بنتك سناء عم تتخانق في الشارع. سناء يا اوعى معلم. يالا. اتفضل يا معلم. هي فين يالا الخناقه دي؟ اهي بعسيس جايه من هناك اهي يا انت معلم. ابوك واقف الله يخرب بيك. جايه من هناك. مفيش اي حاجه يا معلم، الحمد لله كله تمام. ده بنت كل ما تنزلي في اي حته تعملي لنا مشاكل. يا معلم اصل الواد مرعي عليك. انا عايز اعرف انا ايه عايزه يعني. افهم يعني الواد عكسني وما اتكلمش. ما انت عامله له كده لازم يعاكسك. يا معلم ده هو الواد مرعي مرعي. ايه اللي نزلك اساسا؟ هو انت على طول منظري مش عاجبك؟ هو اللي نازل عليه. ايوه مش وربنا. عاجبني طبعا. ايه عايزه ايه؟ ما تقولي لنا احنا نجيب لك اللي انت عايزاه. يا معلم ما كنت يصحش بجيب الدواء لأمي. يا معلم احنا قدام المعرض ما يصحش. انت مال اهلك انت؟ واحد وبنته بيتكلموا تتدخل ليه؟ ده موضوع عائلي. خوريات من هنا يالا. ماشي. وانت كمان غور اطلعي لام. يعني مش هجيب الدواء لامي؟ هجيب انا الدواء لامك يا رب يكون سم هاري. اطلعي يلا يلا بنت. فرجتك داهيه. وبعدين معاك يا زهر، هنفضل معاندني لحد امتى؟ ايه يا دنيا؟ ايه يا دنيا؟ هتفضلي مسقسقه مع ناس ايديهم طايله وناس لا؟ انا اللي قلت غمزت ومسحب الاقي ايه؟ بسريايه سبتها تقع ليه؟ دي بتجيب الحظ. لبشت جتتها الله يخرب بيتك. انت بتروحش بيتك ليه؟ سألت عليك الجماعة قالوا لي غايب بقاله جمعة. اروح اعمل ايه؟ اللي ماهوش يعشي عياله يروح يعمل ايه؟ انا حاسس ان دماغي هتتفرتك يا بكرو. بقول لك ايه؟ معكش حته بني؟ عيب عليك، وده فرقه واتساك يا صاحبي. اهي. هي دي يا معفن؟ هو ده اللي بعرف اكشه بقرشينات الزباين. انا خايف يا بكرو اروح اعس الاقي الدور كله بح والمصلحه خلصت ونرجع نتسول ونسال حق النشوء تاني. انا بقى مسكت في اول الخيط بس مش عارف الاقي اخره. احنا لسه هنلضم ابره في كوم قش. انا بقول لك انا عايز حاجه في السليم المعوج عشان نخلص خالص. اول مره تبقى متسرع. العمليه دي عايزه تستوي على نار هاديه. نار هاديه واللي قاعدين في البيت دول يموتوا من الجوع ويبقى ذنبهم في رقبتي. طب اسمع مني بقى ودورها في الجمجمه. ارغي. انا قابلت لك مين؟ مين؟ وليد. حصل لنا القرف. يا عم وانا جايبه يطلب ايد بنتك. بقول لك وليد ده اخو زيزو اللي حابس دبنا وماسك علينا التسجيل ابو بابين. يا ابني انا مالي ومال الزفت ده، انا في المصلحه اللي هتروح دلوقتي. وليد ده بيذاكر مع واد اسمه شريف. شريف ده كيف وانا اللي بسلكه في البندي وبيدفع فوري. يعني احنا هنقدم وليد اخو زيزو ويبقى هو سكتنا للتسجيل اللي معاه. ما هو ده الخيط اللي انا ماسك اوله بس مش عارف الاقي اخره. اسمع يا بكر،
وليد ده ليه في الكيف؟ كيف يعني؟ لا، عيل كده ده التيف ما بيدخنش. ما بيدخنش خالص. صح، هي كده يا دنيا. لما هو ما بيدخنش هنخليه يشرب ازاي ويأدمن؟ ارميك في الميه دلوقتي انا منك ولا من مين؟ وقعت الحشيش يا شبر، الله يخرب بيتك. قلت لك رميتها ليه؟ يعني ايه مش فاهم؟ امال راح فين؟ الله، وانت قاعد في المخزن بتعمل ايه؟ اقفل المخزن وروح دور لي عليه، ان شاء الله تجيبه من تحت قطيع الارض. استنى. وصل بيه. لا مؤاخذة يا معلم، أنا عارف إني اتأخرت عليك بس وربنا كان عندي مشوار. لا انا زعلان منك يا زيزو، احنا متفقين انك انت هتفرغ نفسك وتفضي نفسك، وانت عارف اللي فيها، في 500 قتيل تحت، عايزين نغسل وندفن. طب أنا أعمل إيه يا معلم؟ يعني أنا ب100 إيد؟ ما أنا لميت فرشتي وعدتي وقعدت أهو معسكر مغلق في قلب المكان. على فكرة معلم شرشابي قابلني وقعد ينبر يكلمني عن المصلحة وشوية يقول لي الأيسيهات. هو عارف حاجة؟ وبعدين؟ لا لا عيب، أنا حبيت أقول لك بس. طب بقول لك ايه؟ موضوع الايسيهات ده ناقصك حاجة؟ أنا ممكن أكلم الراجل بتاع اسكندرية يبعت لك شوية. لا يا معلم، أنا بأمر الله هدبر اللي يغطيني ليلتين وهسأل في بقية الكمية وأرد عليك. ماشي. طب أنا هتوكل على الله؟ السلامة أنت. مش عايز حاجة مني؟ لا مش عايز حاجة. أنت عايز حاجة؟ 120 جنيه. 120 جنيه؟ 120 جنيه. ليه؟ بقى شغل بقى، بلم حاجات كده رفايع يعني، وبعدين اخصمهم بقى أنت. ما احنا بنجمع مع بعض. الله يصلح حالك. كده 140 140 دول؟ 120. وانا قلت كام؟ انت نسيت 120. انا قايل 140 يا معلم. لا انا جمعتها غلط. 140 خد. يبقى كده ليك في رقبتي 120. سلام. ايه ده؟ ده شغل عفاريت ده ولا ايه؟ يا بكر، حاسس ان انا دماغي بتولع. ده انا دماغي اللي بتطير. يا شبرو، فين افكارك اللي كانت في السليم المعوج وجراش الجراش ونو باركنج يا معلم؟ الجراش ما فيهوش ولا فكره. ولا فكره؟ مش ناوي ترحمني من صدى الصوت ده؟ طب الحق صدارتك يا اسطى، الغباز غطسف في الميه. 100 بحر النيل. كده هنعشي العيال النهارده. يا اسطى طول عمري بقول لك الصبر مفتاح الانبوبه، بس مين اللي يفهم؟